$100 مليون اندفعت للستريمر عشان يبث في منصة جديدة. ايش تفاصيل هذه الصفقة وايش بيكون تأثيرها على عالم الستريمينج وعلى المنافسة بين المنصات؟ معاكم هاشم وبنتكلم على كل التفاصيل هذه، فحط كود TSH في الايتم شوب، واذا اشتريت اي شيء بالكود ارسل لي عشان اشكرك في المقاطع الجاية، وشكرا للمتابعين في القناة، وبسم الله خلونا نبدأ. المنصة الجديدة كيك وقعت مع الستريمر XQC بصفقة قيمتها $100 مليون لمدة سنتين، وهذا العقد مو اكسكلوسيف، معناها انه يقدر يبث باي منصة ثانية براحته، مو لازم يبث على كيك فقط. بصراحة عن نفسي اشوف مع الصفقة هذه انه تويتش بيعطوا الستريمر XQC او اكس باند على حسابه في تويتش، لانه هذه الصفقة فيها فايدة مرة كبيرة لكيك، لانه كل يوم XQC حيبث على المنصتين، حيبث كم ساعة هنا وبعدها كم ساعة هنا، وغالبا حيبدأ يبث بتويتش، ولما يخلص بثه يقول للمتابعين يلا تعالوا معي لكيك. وXQC بالعادة يبث لحوالي 70 إلى 100 ألف مشاهد لايف، هذا غير الفترة هذه زادت مشاهداته من يوم ما وقع مع كيك، لأنه في ناس كثير يروحوا يشوفوا بثه عشان يشوفوا إنه الخبر هذا صح ولا لا، وهو فعلا صح. في ناس جدد على XQC أول مرة يعرفوا، يبي يشوفوا على إيش دفعوا $100 مليون. فكذا XQC لما يخلص بثه، يا شيخ لو قلنا 5% من ال100 ألف اللي يتابعوا في تويتش قالوا ليش ما أروح أتابعه في كيك اليوم عشان البث كان ممتع ودي أكمل معاه باقي البث في كيك. كذا كيك بتكسب متابعين ومشتركين جدد كل يوم بسبب هذه الحركة. عشان كذا في العقد حق XQC ما خلوا العقد اكسكلوسيف، ما خلوا بس يبث على كيك، لا لو خلوه كذا بيكونوا خسرانين، فخلوا العقد مفتوح عشان XQC كذا يقدر يصطاد متابعين. تقدر تقول كل ما راح بث في منصة غالبا في تويتش، بعد ما يقفل بثه والناس يستمروا يبي يتابعوه بعدها يروحوا الكيك، ما عندهم حل ثاني. الاكس ما زال قاعد يبث في كيك، فلو انت مستمتع في البث فاكيد بتروح تشوفه في كيك. فلما خلوا XQC وقع معاهم بعقد مفتوح زي كذا، هم اكبر المستفيدين، وبرضه XQC كمان مستفيد لانه ما زال يقدر يبث في تويتش وما بيخسر اكبر جمهوره. فعشان كذا قلت اتوقع انه تويتش بيعطوه باند لانه كسر العقد اللي كان بينهم، هو كان موقع عقد مع تويتش، وكمان عشان ما يقدر كل يوم لما يجي يبث في تويتش وبعدها يقفل البث ويسحب المتابعين اللي في تويتش يروح يوديهم لكيك عشان يشوفوا بثه هناك. ولما يقفل XQC بثه الكيك، المتابعين ممكن يعملوا لهم لفه على كيك يروح يتابع متابعين ثانيين ويصيروا متابعين كيك اكثر منهم متابعين تويتش. وبصراحه انا اشوف انه المبلغ صادم، لانه باخر كم سنه ما سمعنا بارقام زي كذا من ايام نينجا، ونينجا كان العقد حقه ب50 مليون بس، هذه $100 مليون على سنتين بس. وعشان تستوعب قديش انه هذا المبلغ كبير ومبلغ فلكي، افضل لاعب كرة سلة في العالم حاليا هو الامريكي ليبرون جيمس، وموقع عقد مع ناديه. كم تتوقعوا قيمة العقد؟ العقد حق ليبرون برضو سنتين مع النادي، والمبلغ 97 وشوية مليون دولار. يعني الحين XQC كستريمر يكسب اكثر من اكبر لاعب كرة سلة في امريكا وفي العالم، وحتى في فئة من متابعين السلة يعتبروا ليبرون جيمس اعظم لاعب كرة سلة في التاريخ، وتخيل انه ستريمر يطلع اكثر منه في العقد اللي موقعه مع المنصة وهذا موقعه مع النادي. فلما يجي واحد يقول لك هذه مو وظيفة، على طول وريها الارقام هذه. وشوفوا يا عيال، الصفقة هذه تأثيرها بيكون مرة كويس على مجال البثوث بشكل عام، بالذات تأثيرها بيكون كويس عشان يخلي تويتش يصحصحوا من الهبل اللي هم عايشين فيه، لأنهم ما زالوا يحسبوا اننا في 2018 وما في اي منصة ثانية وما في اي تحدي لتويتش، فيسووا اللي يبغوه ويطبقوا قوانين غبية وعيني عينك يحلبوا الستريمر والمتابع عشان يطلعوا فلوس زيادة لأمازون، لأنه أمازون هي الشركة الأم حق تويتش وهي اللي تملك تويتش. ولو استمروا زي كذا حرفيا بتموت المنصة. صحيح ما حتصير بيوم وليلة، لكن 5 سنين قدام إذا تويتش ما لعب أوراقهم صح، حرفيا المنصة بتصير ذكرى بس، وحنتذكرهم لما نقول لبعض تتذكر لما كنا نتابع فلان على تويتش، ويجي خويك يرد عليك الله يرحم ايام تويتش. وعندنا اللاعب الصامت اللي قاعد يلعب بعقل وهو يوتيوب في عالم الستريمينج، في عالم حرب المنصات. يوتيوب قاعدين يتفرجوا محافظين على نفسهم مرة، لأنه يوتيوب ما زال عندهم المقاطع هو الأساس، لأنه مستحيل بفترة قصيرة أو حتى ممكن بفترة طويلة تجي منصة فيديوهات حتى تحاول إنها تتحدى يوتيوب. فعندهم هذا الشيء ومستمرين يصلحوا. شوفوا الفرق بين يوتيوب ونظام المقاطع حقهم، صح يجيبوا العيد كثير بس مستمرين يحاولوا يعدلوا اشياء، يصلحوا اشياء، يحاولوا يضبطوا اكثر، يحاولوا يجيبوا مصادر دخل جديده للستريمرز لليوتيوبرز، وبنفس الوقت تركيز يوتيوب على انهم يطوروا الالجوريثم او الخوارزميه حق يوتيوب عشان المتابع يحصل افضل محتوى ممكن يحصله. وبالذات يا عيال بعد تغييرات يوتيوب الاخيره اللي سووها، وصار يمديك تفعل خاصيات الكسب من يوتيوب بشكل اسرع كستريمر. وصحيح انه ما حتفتح الاعلانات العاديه عن المقاطع، لكن حتنفتح لك اشياء زي السوبر ثانكس، السوبر تشات والسوبر ستيكرز، وهذه بتخليك تقدر تكسب من يوتيوب كستريمر صغير او ستريمر جديد جاي من منصه ثانيه، عندك ناس يحبوك على طول بتقدر تجيبهم ليوتيوب، او اوريدي عندك قناه في يوتيوب فيها مشتركين بس ما قدرت تجيب ال1000 مشترك وال4000 ساعه عشان تفعل الاعلانات في القناه، فيوتيوب قللوا المتطلبات اللي كانوا يطلبوها عشان تفتح هذه الاشياء.
اشياء السوبر كلها اللي ذكرتها، سوبر ثانك، سوبر تشات، وكمان السوبر ستيكرز. وبدل ال1000 مشترك وال4000 ساعة مشاهدة الحين تحتاج تنزل 3 مقاطع في القناة، واتوقع اي حد يقدر يسويها، وتجيب 500 مشترك بس. انت كذا بتقدر تفتح كل الاشياء اللي ذكرتها، وبعدين لما توصل ل1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة او ال10 مليون مشاهدة شورت ب3 شهور، انت كذا بتقدر تقدم مرة ثانية على الاعلانات وباقي الخاصيات حق يوتيوب كالعادة بدون اي مشاكل. بس الحين لما توصل 500 مشترك، بدل ما تكون اوكي في نص الطريق انك تفعل الاعلانات، الحين صار يمديك تفعل خاصيات وتقدر تخلي الوضع اسهل للستريمرز الجدد في تويتش. هذا غير يا عيال انه كيك للحين ما زالوا على نسبة انه 95% من الاشتراكات تروح للستريمرز و5% تروح لهم، وهذه نسبة حرفيا ما تتقاوم، وبتخلي اي ستريمر يحلم انه بدل ما يحصل مثلا $2.50 من الاشتراك اللي قيمته $5 بيحصل $4.75، يعني تقريبا $5 كاملة. فاغلب الستريمرز اللي كل شهر يحصلوا مشتركين في تويتش اول ما يشوفوا النسبة هذه على طول بيفكروا انه اوكي لو لحوت لي كيك الحين تقدر تقول انه حتى لو ما رحت بعقد انا ستريمر صغير او وسط، انت كذا ضاعفت دخلك حرفيا، تستلم دبل اللي تستلمه في تويتش. فلما تفكر فيها بهذه الطريقة، تويتش لازم يعدلوا وضعهم باسرع وقت، ولا هذه بتكون الضربة القاضية اللي بتنهي تويتش. وانا اشوف انه على المدى الطويل ال 95% لو كانت هي السبب الوحيد اللي تخليك تحول كستريمر، غالبا بتتغير، لانه الموقع لحد الحين قاعد يلعب على خسارة، ما زال في مرحلة انه عندي ميزانية اقدر ادفعها عشان ابني جمهور، اجيب ستريمرز وادفع للناس 95%. بس فكر انه ما في شركة بتفتح الا لو بتكسب، فممكن تتغير النسبة هذه، بس مستحيل يرجعوها لنسبة 50-50 اللي صايرة الحين في تويتش. فالحين ابغاك تنزل التعليقات وتقول لي ايش رايك بهذه الصفقة، $100 مليون وعلى سنتين بس، ما هو عقد 5 سنين. في لاعبين كرة قدم ما يستلموا المبالغ هذه، فانزل وقول لي ايش رايك فيها. وكمان وانت في التعليقات تحت ابغاك تكتب لي مين تتوقع الستريمر الاجنبي الكبير اللي بيكون بعد اكس كيو سي بيوقعوا معاه صفقة عشان يروح، وكمان مين الستريمرز العربي اللي تتوقع انه كيك بتعرض عليهم مبالغ خيالية عشان يروحوا يبثوا على المنصة. وهل تشوف انه كيك منصة بتستمر سنين، ولا حتصير زي ميكسر يا دوبها سنة واحدة وتخلص الفلوس اللي عندها اللي تعطيها للستريمرز، وبعدها خلاص تنتهي المنصة والستريمرز يرجعوا لتويتش. وبس يا عيال، هذا اللي كان عندي في مقطع اليوم. مثل ما قلت لا تنسى تكتب لي رايك، ودام انك واصل هنا معناها عجبك المقطع، فحط لايك على المقطع. واذا تحب هذا النوع من المحتوى، ترى في محتوى مرة فخم جاي للقناة ومستمر بشكل يومي او شبه يومي، فاشترك في القناة لانه بيعجبك المحتوى، وحط كود HSH في الايتم شوب. واذا اشتريت اي شيء وانت حاطه الكود ارسل لي في تويتش ولا بالانستغرام عشان اقدر اشكرك في المقاطع الجاية. تابعوني في مواقع التواصل تويتش. يعطيكم الف عافية على المشاهدة والدعم. صلوا على الحبيب. استودعتكم الله في امان الرحمن.